أهلا بيكم. المنتخب المغربي الشقيق ارفع راسك فوق، أنت مغربي. المنتخب المغربي الشقيق ما يجيبها إلا رجالها. المنتخب المغربي الشقيق يتفوق على كندا 2-1 بأهداف زي يشوى النصيري ويصعد للدور المقبل في المونديال كأول المجموعة. المنتخب المغربي الشقيق أنت تفوقت على كرواتيا وبلجيكا وكندا وصعدت كأول مجموعتك. مفيش خوف من الماتادور، ماتش يوم التلات حياة أو موت. داخل المستطيل انت مش أقل من اليابان صعدت وعملت مفاجأة كأول المجموعة وفازت 2-1 على المنتخب الأسباني. إن شاء الله بإذن الله ربع نهائي المونديال يناديكم يا أبطال، تسطر التاريخ بحروف من ذهب. المنتخب المغربي الشقيق بعون الله نجمع اللعب ونخاف على كل كورة من أول دقيقة مع مدرب محنك زي الركراكي. إن شاء الله بالعزيمة والإصرار والروح قادرون. 90 دقيقة حياة أو موت داخل المستطيل. كل الدعم للأشقاء في المغرب ومليون مبروك من الأعماق. بداية ماتش الزمالك، في بداية ماتش الزمالك قلت نقفل كأس العالم شوية ونروح ونشغل الحدث الأهم. الزمالك الفترة اللي كنت غايب فيها الفترة اللي فاتت الشهر اللي فات والله العظيم كنا مرتاحين. تقول لي ليه؟ أقول لك سبحان الله، أول 4 ماتشات في الدوري الزمالك بيضيع 4 بونت في آخر ماتشين. غياب الونش أثر كتير. محمود حمد الونش غاب عن الزمالك في آخر ماتشين في الدوري. الزمالك ما فاز في الماتشين واستقبل مرماه 3 أهداف. جوزفالدو فيريرا انت مدرب محنك وبنقول فيك شعر. جوزفالدو فيريرا قسما بالله احيانا بتعجن بمعنى الكلمة. جوزفالدو فيريرا يا ريت من البداية تلعب كل لاعب في مكانه، مش محتاجة فلسفة ومش هتناقش في الحتة دي تاني، لأن الفترة الجاية يا جوزفالدو فيريرا في حاجة في التكتيك أنت بتغلط فيها فوق الخيال. مش هنتناقش فيها الماتش ده وربنا يستر الماتش الجاي. الماتش الجاي هوضحها لك يا جوزفالدو يا فيريرا عشان هتكون عملتها ماتشين ورا بعض ووقتها ربنا يسترها. خلينا في المفيد. عمرو السيسي مش فكرة ان انت جبت هدف يا عمرو يا سيسي، الفكرة ان انت لاعب بتعمل الباص صح وبتستخلص الكرة بدون فاول، ودي ميزة عن طارق حامد اللي هي انت تستخلص الكرة بدون فاول هتسد فراغ طارق حامد. طارق حامد في بدايته كان بيعمل الباص الطول العرضي والباص لورا، ما كانش بيعمل لقدام. انت بتعمل الباص لقدام. ان شاء الله باذن الله هتكون نقله كبيره الفتره الجايه في اداء الزمالك. انا متفائل خير بيك. امام عاشور جاءكم من السنبلاوين. امام عاشور دي بروين بيقول له يا سيدي امام عاشور لاعب موهوب من الطراز الرفيع. ربنا يحميك يا امام. نقطه سلبيه في الماتش النهارده ان الزمالك يضيع الفوز مرتين، تتقدم مرتين على المصري البورسعيدي وتضيع ال3 بونت في النهاية. حاجة في قمة الحزن. ربنا يسترها الفترة الجاية. طبعا ما ينفعش ان احنا نعدي الحوار ده كله من غير اهم حاجة روح قلبي وحبيبي يوسف اوباما. يوسف اوباما اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. احلى حاجة في الماتشات انها ما فيهاش اعلانات. يا يوسف يا اوباما لابد من منح النفس والعقل الراحة والهدوء يا حبيبي. الناس اللي مستغربة أخيرا من فوز تونس على فرنسا وتعادلها مع الدنمارك وخروجها من المونديال، وفوز السعودية على الأرجنتين وخروجها من المونديال. ما تستغربش يا حبيبي، 2019 مصر في القارات. مفيش حاجة تدعو للغرابة والدهشة قد المنتخب المصري. دخل الماتش الثالث أمام أمريكا وهو محتاج عشان يصعد يكسب يصعد، يتعادل يصعد، يخسر 2-0 يصعد. عمل ايه؟ اتغلبوا 3 وطلعوا. في امان الله. دمتم.